وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ومين فينا ما بتحلمش بالبيت اللي دايما مترتب ومتروق ونضيف وكل تعبي ومجهودي ما ينزلش على الأرض، كأننا كده معانا عصاية سحرية نمشي نخبط على الحاجة تتروق وتبقى زي الفل. لا بقولك ايه، انتي كده عليتي سقف احلامك قوي. انزلي بقى كده معايا الارض الواقع وتعالي، عشان النهارده انا جايه احللك مشاكلك بجد. انا ما يرضينيش تعبك وما يرضينيش كل اللي انتي بتعمليه بيضيع على الفاضي. انا عايزاكي تتعبي بس في نفس الوقت تلاقي برضه نتيجة. عايزاكي تنظمي دنيتك وتبقى دنيتك مترتبة ومتروقة، وفي نفس الوقت انتي كمان ما بتتعبيش وما بتعمليش مجهود جامد. متخيلة بقى انا جاية النهاردة احللك مشاكلك كلها في فيديو واحد ازاي؟ بس مش عايزة منك غير حاجة واحدة بس، ان انتي تلتزمي بالكلام اللي هقوله ده. وتعالي يا ستي بعد كده قوليلي الموضوع ده نفع معاكي فعلا ولقيتي نتيجة، ولا انتي لسه مستنية العصاية السحرية؟ ازيكم يا بنات يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا 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 قد الدنيا كلها. فيديو جديد، بس زي ما اتعودتوا هو مش اي فيديو، هو فيديو قوي جدا كله حماس وتشجيع. وهتقومي بجد بعد الفيديو ده تخلصي كل اللي وراكي. بس مش تخلصي كل اللي وراكي كده النهارده وفيديو خلص وخلاص او روتين وخلص، لا. انا النهارده عايزه اعلمك شويه عادات كده وشويه حاجات بجد عن تجربه شخصيه يا بنات، قد ايه فرقت معايا في تنظيم مطبخي، وفي ان انا بجد من وقتها ما بقتش بشيل هم تنظيف المطبخ. وده مش عنوان، وده مش مجرد بعمل لك عنوان كاتشي علشان تدخلي تتفرجي على الفيديو وتجيبي لي مشاهدات، لا خالص والله. انا فعلا يا بنات اتحولت من اكتر واحدة في العالم كانت بتشيل هم المطبخ وهم التنظيف لواحدة ما عادش عندها بجد مشكلة في تنظيف مطبخها ولا بقى عندها مشكلة في مطبخها. عارفين يا بنات بجد من كتر ما كنت بشيل هم المطبخ وتعب المطبخ، ومن كتر ما بزعل قوي لما بشوف بنوتة بتكتبي في كومنت انا ممكن اعمل اي حاجة في الدنيا الا اني ادخل انظف المطبخ، ببقى زعلانة ان في حد لسه ما وصلش للحل، لسه ما عرفش ان الموضوع مش صعب. والله الموضوع كله مش محتاج الا خطوات بسيطة تساعدك بس وتاخد بايدك انك تحولي الموضوع من مجرد كابوس لعادات يومية انتي بتعمليها. قبل ما نبدأ الفيديو يا حلوين، لو أول مرة بتشوفيني أتمنى تعملي لي لايك، تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما إشعار بالفيديو أول ما انزله. كملي معايا الفيديو للآخر لأني متأكدة إن الفيديو هيعجبك وإن شاء الله هتستفيدي منه. وأتمنى طبعا ما تحرمونيش من كومنتاتكم القمر الجميلة اللي بتفرح قلبي. تعالوا بقى يا بنات نتكلم كده مع بعض ونشوف هو ليه انا عندي مشكلة في المطبخ بالذات. والنهاردة هتكلم عن المطبخ بالذات لانه يعني ده اللي انا شفته بقى من كل الكومنتات اللي بتجيلي، ان كل الناس عندها مشكلة في المطبخ. وانا واحدة من الناس كان عندي في يوم من الايام مشكلة في المطبخ. بس ليه كان عندي مشكلة في المطبخ؟ عشان ما كناش اصحاب. تصدقوا يا بنات بجد انا لسه جاي على بالي الموضوع ده دلوقتي. يعني دايما يقولك ايه، تعرف فلان؟ اعرفه. عشرته؟ لا ما عشرتوش. يبقى انت طبعا ما تعرفوش. هو ده نفس الموضوع كده بالظبط. وعايزه اقول لكم ان ده من اكتر الامثال اللي بحبها وبصدق فيها جدا يا بنات. ومع الايام اتاكدت بجد ان اكتر حاجه تخليكي تحكمي على بني ادم هو عشرته. سيبكم من الاقناع وسيبكم من الناس اللي بنقابلها في خروجه دي وازيك وازيك وعاملين ايه وباي باي باي باي، واروح بقى واخده الفيرست امبريشن ده وانطباع كده ان البني ادم ده ايه، ولا ان صاحبتي دي احسن واحده في الدنيا، وفي الاخر لما عاشرها بتاكد انها حاجه تانية خالص. ف يعني ده من احلى الامثله اللي انا بحبها ومقتنعه بيها جدا. المهم خلينا نرجع لموضوعنا، بلاش رغي يا ساره، بلاش رغي. بصوا بقى يا حلوين،
أنا بعد ما صاحبت المطبخ وعاشرته وخدنا ودنا مع بعض في الكلام، ابتدينا نوصل لحلول اللي هو ايه، هو انت عايز ايه وانا عايزه ايه. انا عايزه المطبخ بتاعي نضيف. هل في مطبخ نضيف على طول؟ اه، هيبقى نضيف على طول بشروط، هو مش هيبقى نضيف على طول لوحده. واحنا لازم نفهم ان احنا هيبقى في قواعد لازم نمشي عليها. القواعد دي هتريحنا، هتخلينا نفضي دماغنا من حوار المطبخ ده خالص، هتخليني مش هشيل هم دهون، مش هشيل هم تنظيف. ايه بقى القواعد دي؟ اول حاجة، تنظيفات المطبخ هنقسمها لثلاث اجزاء. اول حاجة هيبقى عندي روتين يومي لازم هعمله كل يوم. طيب يا سارة انا بكسل، ما ينفعش. يا سارة انا همشي على الموضوع ده اسبوع وبعدين هقف، برضو ما ينفعش. بصي، انت بتصلي كل يوم صح؟ بتلتزمي بتمرين ولادك كل يوم، بتقومي تودي ولادك المدارس كل يوم، عندك التزام بتروحي شغلك كل يوم، اعتبري المطبخ ده نفس الالزام بالظبط. هو ده، انت عندك حاجة لازم هعملها، زيها زي الصلاة، زيها زي الدروس، زيها زي المدرسة، زيها زي كل حاجة في حياتي انا مضطرة اعملها، وكتير جدا بعملها وانا مش قابلاها ولا طايقاها ولا عايزة اعملها اصلا. لو وصلنا لده وبجد انت التزمتي بالروتين ده زي اسمك، خلاص انت كده انسي هم المطبخ تاني. فاللي احنا هنعمله النهارده ده روتين اسبوعي. في الروتين الاسبوعي ده يا بنات انا بيبقى عندي الغسل بتاع العيون والحوامل بتاعه البوتاجاز مره كل اسبوع، وبيبقى عندي كمان السيراميك بتاع المطبخ كله بغسله كويس جدا، وكمان بيبقى عندي الرخام بتاع المطبخ ان انا بغسله كويس جدا وبمسح كل حاجة عليه. ده بعمله كل اسبوع مرة يا بنات، وبجد والله العظيم لو التزمتي بالروتين ده مرة كل اسبوع، انسي ان يبقى عندك حاجة اسمها مشكلة في عيون البوتاجاز، ولا مشكلة في الحوامل، ولا مشكلة في البوتاجاز اصلا. واظن اكبر دليل على كده، انتوا شايفين البوتاجاز، انا كان بقالي كام يوم ما جيتش جنبه، ما نضفتوش بجد، انا كنت تعبانه ومش قادره مش قادره اعمل اي حاجه. فكتر خيرها يعني بنوتي الكبيره كانت بتقوم يعني بعد الاكل تغسل المواعين، مش اي حاجه تانية، وكتر خيرها انها اصلا بتعمل حاجه يعني. فانا مش يعني مش هضغط بقى واقول لا نضفي واعملي كمان. فهم كانوا سايبين لي البوتاجاز. فعايزه اقول لكم يا بنات ان انا اول ما شفت منظره قلت لا يعني لازم اوريكم، عشان بس حاجه واحده، عشان اقول لك ان انت طول ما انت بتهتمي بالمطبخ وبتنضفيه، حتى لو اهملتي فيه يوم يومين ثلاثه لاي ظروف، هو مش هيأثر معاكي، هو هيرجع زي ما كان. وده اللي هتشوفوه يعني انتوا شفتوا البوتاجاز كان شكله، انا اتخضيت اصلا لما شفت شكله. بس في نفس الوقت انا كنت عارفه ان انا على طول بنضفه، وعلى طول البوتاجاز انا واخده بالي منه، فعشان كده مجرد ما رشيت عليه السيترس، وسيترس ده قلت لكم قبل كده يا بنات ده ايدي ورجلي في المطبخ. انا اصلا على ما سبته شويه على البوتاجاز ورحت رشيت على الحوامل وهي في الحوض كده، كان كل الدهون اللي على البوتاجاز دابت. انتوا اصلا لو خدتوا بالكم وانا رايحه اغسل البوتاجاز كانت في حتت بني كده مكان الدهون دابت كلها. انا اصلا ما كنتش بدعك يعني، مجرد ان انا ايه يعني باكد على الحاجه يعني. طيب انت برضو لو انت بقالك فترة إهمال في المطبخ، ومثلا البوتاجاز مش بتظبطيه على طول، عادي مفيش مشكلة. انت مجرد ان انت هتبدأي واحدة واحدة تلتزمي بالروتين الأسبوعي بتاعك ده، انت هتلاقي المطبخ بينضف معاكي، ما تتعبيش نفسك من أول مرة. لو عندك مثلا بقع جامدة في البوتاجاز ما نضفتش من أول مرة، عادي، ما تأزميش نفسك، واحدة واحدة مع كتر الغسيل ومع التكرار هتلاقيها أصلا بتنضف معاكي. مش هي لوحدها، اي مشكله بقى معاكي في البوتاجاز هتلاقي الدهون بتقل حتى لو ما قلتش كلها من اول مره. لو عندك الشفاط لا صعب، مش كل الحاجات اللي فيه بتطلع من اول مره، عادي، كده كده مع التكرار هتلاقي الدنيا بتنضف معاكي. فزي ما قلنا يا بنات، الروتين اليومي للمطبخ ان انا بغسل المواعين، بنظف البوتاجاز بتاعي بعد الغدا كويس، وبنظف الرخامات كده تنظيفه سريعه، ويا بنات بكنس او بمسح الارضيات. طيب الروتين الاسبوعي زي ما شفتوا كده، انا بنظف الحوامل والعيون بتاعه البوتاجاز، وبنظف السيراميك كله، وبنظف الرخامات بس بنظفها بقى بالسلك وتنظيفه قويه بالسترس كده.
طيب إيه هو بقى التنضيف الشهري؟ كل شهر مرة بيبقى عندي تنضيف الفرن بتاع البوتاجاز وتنضيف الشفاطات، عشان أنا عندي شفاطين باعملهم مرة كل شهر، حتى لو نضاف، حتى لو بيلمعوا، حتى لو أنا كنت مسافرة، حتى لو مش موجودة في البيت برضو بنضفهم كل شهر. يعني حتى اوعي تستهوني انك تلاقي الحاجة مثلا مش متوسخة قوي فتقولي لا انا اسيبها، لا ده انت كده بتراكمي على نفسك. انت لما تعمليها وهي مش متوسخة قوي هتسهلي على نفسك لما تيجي تعمليها تاني. زي اي حاجة في المطبخ، كل ما راكمتي على نفسك كل ما بجد بقت حمل عليكي. طيب بالنسبة بقى يا بنات لجدول التنظيف ده، هو عندكم بالتفصيل على القناة، أنا مطبقة معاكم فيديوهات كتير، وكمان سايبه لكم فيديو عن الجدول هتلاقوه موجود في الاند سكرين برضو. بصوا هيفرق معاكم جدا بجد في تنظيم البيت كله، يعني أنا عاملة لكم جدول للبيت كله. ماشي. خلينا بقى يا بنات نتكلم على حاجات تانية مهمة لازم تعمليها في المطبخ برضو وأساسية جدا، هو ان انتي تلزمي نفسك بالروتين. بصوا يا بنات، انا كل حاجة في البيت بجد ما بعرفش ألزم نفسي ان انا اعملها، بحط لها خطة وروتين. انا بقيت بعمل كده في كل حاجة. يعني مثلا التربو والتلاجة عملت لهم روتين للمشتريات، ان انا بشتري مثلا الخضار والفاكهة بتاعتي مرة في كل اسبوع، يوم انا محدداه كده، اليوم ده للخضار والفاكهة. في اليوم ده يا بنات لازم بغسل درج التلاجة وبحط فيه الخضار والفاكهة بتاعتي على نظافة. التربو نفس الموضوع، التربو ده اللي انا بحط فيه ال- البطاطس والبصل والحاجات دي، عشان في بنات سألتني قبل كده يعني ايه تربو اللي هم مش من مصر يعني. التربو ده بيبقى ادراج مخصصة فيها تهوية يعني، ومخصصة للبطاطس والبصل والثوم والحاجات دي. انا يا بنات علشان ما يضيعوش معايا برضو ويتوسخوا، عملت لهم تنظيفة مرة كل اسبوع، ان انا ممكن اغير مكان البصل والبطاطس كده، لو في المشمع اللي انا فرشاه مثلا اتوسخ بغيره، وبنضف بقماشة كده تنظيفة سريعة. هل هم بقى بيتوسخوا عندي؟ لا عمرهم ما بيتوسخوا، لاني دايما ايدي فيهم. عودت نفسي برضو يا بنات ان انا ما عنديش تنظيفة التلاجة، ما عنديش التلاجة كلها كده ان انا بنضفها، لا. انا عندي كل يوم مع الاكل باخد مره رف واحد بس في التلاجة. يعني متخيله النهارده اقول لك انت عندك ايه؟ عندي تنظيف رف في التلاجة. متخيله السهوله؟ متخيله ان انا اصلا سهلت الدنيا على نفسي لدرجه ايه؟ علشان ما كسلش، عشان اخلي دايما الحاجه نظيفه. فعادي ممكن النهارده انا شاريه مثلا الجبن بتاعتي الاسبوع، لان انا بشتري الجبن مثلا بتاعتي بالاسبوع، فبشتري الجبنه، فالدرج اللي انا او الرف اللي انا هحط عليه الجبن بنضفه قبل ما احط الجبن مثلا. جبت النهارده صلصه، الرف اللي هحط عليه الصلصه ده هنضفه قبل ما احط الصلصه. متخيلين بقى الدنيا؟ نفس الموضوع الرف اللي هحط عليه البيض مثلا بنضفه وبعدين ارص البيض على نظافه. الفريزر يا بنات بنضفه مره كل شهر مع مشتريات الشهر برضو. من اللحوم انا بشتري اللحوم بتاعتي مره في الشهر، الفريزر بنضفه المره دي، ما بنضفوش تاني، لان هو مش حاجه حلوه ان انت اصلا تفصلي التلاجة وتقعدي تنضفي، واصلا في عندك لحمه وفراخ في التلاجة، فاحنا بننضفه مره كل شهر، لان بيبقى اوريدي هو فاضي، فهو فاضي بنضفه وارجع ارص بقى حاجتي على نظافة. كل الأدراج وكل اليونتس والوحدات اللي عندك في المطبخ بننضفها واحنا بنعمل الأكل. يعني وانتي واقفة بتطبخي كده مستنية المكرونة تستوي، مستنية حاجة تتعمل، هتمسكي معاكي أي درج المعالق، درج أي حاجة افتحيه وبسرعة وانتي واقفة هاتي قماشة ونضفيه وارجعي رصي حاجتك كلها على نظافة. مش هياخد منك 5 دقايق. ولو عودتي نفسك على الروتين ده هتلاقي نفسك اوتوماتيك وانتي واقفة كده حطيتي الاكل ورحتي مسكتي حاجة على طول تنضفيها. بجد يا بنات والله يعني انا حاسة ان الموضوع بقى خلاص بقت عادات، انا عودت نفسي اعمل ده. في بقى عادات إيجابية كمان جميلة جدا هتسهل وقفتك في المطبخ ومش هتخلي في عندك عبء مواعين ولا أي حاجة. زي مثلا ما تكتريش مواعين في الإدراج وفي اليونتس اللي عندك. يعني خلي انتوا 4 أفراد في البيت، خلي فيه 4 أطباق على قدكم، 4 بولات للشوربة مثلا عندك، 4 أطباق صغيرة، 4 معالق، 4 شوك، 4 معالق صغيرة. بلاش تفتحي درج المعالق مش عارفة تطلعي المعالق من الشوك من كتر ما هي كتير. طب انتي ليه؟
خلي بقية الحاجات دي متشالة في مكان، لو جالك ضيف ولا حصل أي حاجة انت عينهم في مكان، وبالعكس انت هتحافظي عليهم وهتحافظي على لمعتهم وعلى نظافتهم كمان. وخلي بس الحاجات المستخدمة في المطبخ، الكوبايات، الأطباق، كل حاجة على قد عدد الأفراد اللي في البيت. وانتي واقفة تطبخي خليكي نظيفة، خليكي دايما اي حاجة ايدك تستعملها ترجعيها مكانها على طول. استعملت صلصة، طلعت كيس مكرونة، طلعت سمنة، طلعت ملح، اي حاجة مجرد ما استعملتها وخلاص خلصتي بيها هرجعها مكانها على طول. لو عملتي ده عمرك ما هيبقى عندك عبء في التنظيف ولا اي مشكلة في التنظيف. عارفة اني رغيت كتير، بس والله يا بنات قد ايه نفسي كلنا ننسى هم تنظيف المطبخ ده، ما يبقاش عندنا حاجة اسمها هم تنظيف المطبخ بجد. قد ايه التنظيف ده بيدي راحة نفسية كده، بيحسسك ان انت بجد عاملة اللي عليكي، مش موراكيش حاجة بجد، يعني فاهميني؟ بيدينا احساس كده، مش ان انت تبقي قاعدة ضميرك بيأنبك، لا ده انا ورايا تنظيف مش قادرة اعمل حاجة عشان انا حاسة اني مقصرة والمطبخ مش نظيف. لا، هتبقي دايما قادرة تعملي كل حاجة، وقادرة ان انتي تخرجي وتعملي كل حاجة وراكي، وفي نفس الوقت انتي كمان مطبخك بيلمع، اي حد هيدخله في اي وقت بجد يعني هيشهد لك بنظافته. فجربوا كده، امشوا على الخطوات دي يا بنات، ويا رب تكونوا بجد استفدتوا منها. وتعالوا بقى النهاردة علشان انا مش عارفة ازاي ما قلتلكوش على الاكله اللي هنعملها مع بعض دي يا بنات، مع اني بعملها ولا اشطر شيف. لا انتوا عارفين بقى، مش هتكلم كتير خلاص، يعني انتوا عارفين معاكم الشيف ساره. فعايزه اقول لكم يا بنات، تاني يوم بقى، يعني انا النهارده نظفت المطبخ وبعد ما خليته قمر كده، تاني يوم بدأنا بقى ايه نعمل الغدا بتاعنا القمر الجميل اللي مش هتشبعي منه. انا قلت اشاركه معاكم عشان فين الناس اللي زي حالاتي كل يوم شايلين هم هنعمل غدا ايه بكره، هنعمل غدا ايه بكره. فجبت لكم الحل النهارده، غدا اقتصادي خطير، مش اقتصادي قوي، انا كدابه مش اقتصادي قوي الى حد ما. هو احنا بقينا بنقول على اي اكل ما فيهوش لحمه وفراخ اقتصادي، بس هو ده اقتصادي وعسل. وعايزاكم يا بنات تجربوه بالطريقه دي وقولوا لي. يعني انا عارفه ان النت مليان وصفات، وعارفه ان في حاجات كتير، يعني انا مش شيف، انا بهزر معاكم، انا بعمل الحاجه كده من قلبي عشان هي طالعه لكم، يعني ببقى فرحانه ومبسوطه وانا بصور وصفه، وانا عارفه ان انا مش اشطر حد يعني بيعمل وصفات، بس بحب ان انا اشارككم كل حاجه. انتوا مش متخيلين يا بنات اي حاجه بعملها قد ايه بعملها بحب عشان بتتصور لكم. يعني متخيلين انا ممكن اكون في الايام العاديه ما ببقاش مبسوطه كده وانا بعمل الاكله دي قد وانا بصور، عشان ببقى حاسه بفرحه ان انا بصور الحاجه دي وانتوا هتشوفوها. فانا هعمل النهارده كشري مصري يا بنات، عارفه ان انتوا كلكم اساتذه ودكاتره، بس انا بجد بعمله بطريقه مامتي اللي هي احلى طريقه اكلت بيها الكشري المصري في حياتي، بحبها جدا بالطريقه دي. كمان ولادي بيحبوها جدا لدرجة بمنتهى الفخر احب اقول لكم ان ولادي مش بيحبوا الكشري من بره البيت، ولما بيبقى نفسهم ياكلوا كشري بيقولوا لي ماما اعمل لنا كشري عشان احنا بنموت في الكشري بتاعك. فكفايه يا جماعه عليا الشهاده دي، كفايه جدا يعني. بصوا بقى يا بنات، انا عارفه ان اول خطوه اللي انا عملت لها سكيب خالص من الفيديو كانت البصل المحمر. بس بمنتهى الصراحة ما كانش عندي بصراحة، يعني خلينا صراحة كده مع بعض. وقلت مش هعطل الدنيا عشان خاطر البصل، عادي يا جماعة مفيش مشكلة، يعني عادي جدا مع ان احنا بنحبه مع الأكلة دي. بس هو المفروض يعني أول حاجة بتتعمل في الوصفات، يعني اللي انا شفتها اصح حاجه، يعني ان هما بيحمروا الاول البصل وبعدين بياخدوا الزيت ده يعملوا بيه الاكله. هو انا بصراحه برضو مش هكدب عليكم انا ما بعملهاش كده، انا بحمر بصل في الاخر خالص في طاسه لوحده، والزيت ده انا بستعملوش في حاجه تاني، لان انا بصراحه يا بنات شايفه ان دي حاجه غير صحيه. بس انا برضو مش بقلل من اي حد بيعملها كده، يعني انتوا حابين تعملوها كده، بس خلوا بالكم عشان ممكن تكون تريكات بسيطه زي دي تقلب الدنيا معانا لمشاكل. فاسألوا يعني لو الموضوع ده صحي ولا لا، انا ما بعملوش كده بصراحة. انا بعمل نفس اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده، بس بزود في الاخر ان انا بحمر شوية بصل، ان انا بقطعه ترانشات صغيرة كده رفيعة يعني، وعليه شوية دقيق، وبعدين بحمره في الزيت. هنا بقى يا بنات عملت ايه؟ بصوا انا بجيب شعرية، يا بنات شعرية، والشعرية بتخليه في حتة خمسة مش حتة تانية، بتخليه حاجة خطيرة يعني. وبعدين انا ما بسلقش العدس،
وانا بعمله بنفس طريقه مامتي بجد، وبيبقى خطير يا بنات. انا العدس بنقعه من قبلها بيوم، يعني انا وانا داخله انام يعني بنقي العدس وبعدين بغسله وبخليه يتنقع في ميه لتاني يوم، ميه عاديه خالص من الحنفيه مش سخنه ولا اي حاجه. تاني يوم بقى بصفيه من الميه دي وبحطه على الشعريه زي ما انتم شفتوا كده، بقلبهم مع بعض وبعدين بحط الرز والملح واحطهم كله واقلب مع بعض كله واحط له الميه السخنه وشويه كمون صغيرين، وخلاص كده بسيبه بقى يستوي زي الرز العادي خالص. بالنسبة للصلصة بقى يا حلوين، أنا بحط الأول شوية توم محترمين، توم كتير يعني، وبحط عليه كمون، وهي الأكلة دي روحها في الكمون يعني بجد، يعني بحط فيها كمون كتير. فبحمر الأول التوم والكمون مع بعض كويس، وبعدين بنعمل طشة بقى كده بشوية خل، يعني نحط عليهم شوية خل برضو حلوين، وبعدين نقلبهم تقليبة ونحط بعد كده الصلصة أو الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط، وبعدين بنحط لهم معلقة صلصة ونحط الملح بتاعها ونقلب كله مع بعضه، وبس كده بنسيبهم بقى لحد ما يستووا مع بعض، بتبقى خطيرة، بنسيبها تستوي، ما بحطلهاش اي اضافات تانية. هنا بقى يا بنات بعمل دقة كده رهيبة رهيبة، والدقة دي بتاعت مامتي وما اكلتهاش في اي مكان في العالم غير مامتي بس اللي بتعملها. قولوا لي بقى انتوا بتعملوها ولا لا؟ بصوا يا بنات، احنا بنجيب شوية صلصة من اللي احنا عملناها زي ما شفتوا كده، اخدت كبشة من الصلصة، بحط عليها بقى شوية خل، بحط عليها ليمونة كاملة متقطعة اربع صغيرة زي ما انتم شايفين كده، وبحط عليها شوية ملح وشوية كمون ومعلقة شطة، ويا خرابي، لا يا بنات انا نفسي تجربوا الدقة دي، عشان بجد دي بتخلي يعني الكشري في حتة تانية خالص، يعني دي اميز حاجة عندنا في الكشري، خطيرة بصراحة. وبعمل جنبه بقى يا بنات طبعا البيض المسلوق اللي هو متدحرج بقى في السمنه البلدي ده، وبعمل جنبه طبعا مكرونه، بس ما كانش عندي مكرونه سباكيتي بصراحه فعملت مكرونه عاديه، يعني عادي يا بنات بنتعامل باللي موجود يعني، وبطاطس طبعا محمره. انتوا قولوا لي بقى انتوا بتعملوه ازاي، وهل الدقه اللي انا عملتها دي انتوا عارفينها؟ طبعا طبق الصلصه الصغير ده بتاع الشطه اللي هو يعني ايه، هي بصوا انا ما عنديش افتكاسات فيه، انا مجرد بجيب شويه شطه محترمين، بحط عليهم معلقه صلصه وبحط عليهم معلقتين من الصلصه اللي احنا عملناهم، يعني صلصه حمراء ومعلقتين من صلصه، بتبقى مركزه كده. انتوا بقى قولوا لي طريقتكم ايه في الكشري المصري كده، قولوا لي انتوا بتعملوه ازاي، ليكوا بقى طريقة مختلفة ولا بتعملوه بنفس الطريقة دي، تريكاتكم كده ايه؟ انا عارفة ان في دقة تاني بتتعمل بالثوم بس، انا بالخل والثوم كده بس، انا ولادي مش بيحبوها، انا دي الدقة اللي احنا بنحبها. فقولوا لي بقى انتوا بتعملوه ازاي، بتحبوه ولا لا، بتجيبوه من بره؟ انا جات لي فتره كده كنت بكسل بصراحه اعمله في البيت وكنت بجيبه من بره، بس الولاد ما حبوهوش من بره خالص، وانا بحس اللي بره ده ملوش علاقه يعني بالكشري بتاع البيت، بحس اللي بره ده مكرونه كده عليها دقه وصلصه وخلاص يعني، بس اللي في البيت بيبقى على الاقل ضامنين نظافته بصراحه، وفي الايام اللي احنا فيها دي اي حاجه تتعمل في البيت انضف كتير طبعا يعني. وبس كده يا حلوين، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة. طبعا لو عجبك الفيديو أتمنى تعملي لي لايك، تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك دايما إشعار بالفيديو أول ما أنزله، واستنوني في فيديو جديد يا أحلى بنات في الدنيا كلها، ومع السلامة يا أمارات.